السلام عليكم شباب. كل شخص له بصمته الخاصة وشخصيته في الحياة، يعني ممكن تكون بصمته سلبية أو إيجابية أو كوميدية، أي شيء، بس أكيد إلك إشي تتميز فيه عن غيرك. وكذلك اليوتيوبر، كل واحد له شخصية والكاريزما الخاصة فيه من شكل وصوت وحتى الأداء أمام الكاميرا والمايك. بس هذا الشيء ما بيجي كله مرة واحدة، يعني مع الوقت يتطور، يعني راح تبلش من الأداء السيء لحد ما توصل للمثالية تقريبا، وهذا كلنا بنلاحظه عند أي يوتيوبر كبير. وبخصوص هذا الكلام راح نتكلم عن، رحبوا معاي بأبو فلة. اليوم راح نحكي عن هالشخص وكيف كسر الدنيا في اليوتيوب. هذا الشخص حرفيا ما خلى شي في اليوتيوب إلا وختمه. في البداية خلينا نتعرف على قناته عليها 12 مليون تقريبا، عمرها حوالي 5 سنوات. محتوى قناته تقدر تقول جيمنج، لكن بطريقة حديثة جدا، يعني يدخل شخصيته وكثير من الكوميديا على الفيديو لدرجة انك حرفيا تنسى شو قاعد يلعب. وهذا ترى ابدا مو سهل، والحلو بالموضوع ابدا مو متصنع، يعني هاي شخصيته. طيب تعالوا نحكي عن نجاحاته شوي. كيف نجح هالشخص بزمن قصير ورهيب جدا؟ بداية أبو فلة كانت في شهر 9 2016، ونزل فيها مقطع وهو يلعب فيفا وشرح فيها بعض المهارات داخل اللعبة، يعني تقدر تقول بداية تسليكية جدا. بس خلينا نلاحظ انه اسم قناته هو وما تغير، يعني هيك اسمه من الأول، أبو فلة أو أبو فلاح. طيب هالشخص من 2016 ل 2021، معقول من 5 سنوات للآن ما تغير شكله أو صوته؟ طيب تعالوا خلينا نقارن. ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين. وهذه الخشة يا شباب، اعذروني على السحب مرة ثانية، سحبت عليكم لكن اعذروني. السلام عليكم. اليوم يا جماعة مقطعنا ببجي. قد نزلت مقطع ببجي في السنة الماضية تقريبا في شهر 12. طبعا مثل ما شفنا للآن نفس الصوت والشكل، حتى الجبهة ما صارت صغيرة ولا طلع له شنب. هذا ثابت أكثر من برج إيفل. طيب نيجي لتسلسل المحتوى في القناة. بلش أبو فلة بلعبة فيفا وباتل فيلد وفورتنايت، وهذه الألعاب كانت ترند بهذاك الوقت، لكن أبو فلة ما طول على هاي الألعاب وبلش بالتنويع، ومن هون بلش أبو فلة مسيرة ناجحة جدا. لكن مثل أي شخص بداية نجاحه إلا ما يلاقي عقبات، لقى كثير من النقد من المتابعين بسبب المحتوى اللي قدمه. قالوا له أنت محتواك كثير يشبه محتوى بندريتا ومن هالكلام، لكن حسب كلامه أنه رمى هالكلام واستمر. ومع بداية عام 2018 قرر أبو فلة يوصل 100,000 مشترك، يعني هالرقم أبدا مو سهل، حتى أنا للآن ما وصلته، لكن عندي ثقة بالأشخاص اللي يحبوني راح يزيدوا بإذن الله. طيب خلينا نرجع على أبو فلة، وفعلا وصل هذا الرقم واستمر أبو فلة بتنزيل المقاطع لغاية ما وصل النص مليون مشترك بشهر 1 2019. وبسبب الكاريزما والشخصية المميزة عنده قدر بعد 4 أشهر فقط يوصل كمان قدهم. يعني كم وصل؟ 1,000,000 مشترك يا حبيبي، الله يزيد ويبارك. وبحلقة المليون بالذات رجع لكلام الأشخاص اللي حكوا له أبو فلة أنت تقلد بندر، ذاكرينهم؟ ونزل فيهم جلد وبلش يذكر نفسه بشكل تحفيزي عن الفيديوهات السابقة. ترى هذه نقطة حلوة وسيئة عند كل يوتيوبر. كيف يعني حلوة وسيئة؟ حلوة يعني انت قاعد تبني شوي شوي وتتدرج بسلم النجاح، لكن سيئة من تطلع على ماضيك. كيف كنت يا أخي؟ أنا من وجهة نظري أستتفه حالي، وأنتو مدري يمكن أرجع بعد 2 أقعد أضحك على المقطع. يلا معلش نكمل عن أبو فلة. الحلو في محتوى الألعاب اللي كان يقدمه جدا متنوع، يعني ما في لعبة محددة يجذب فيها جمهور محدد أو من هذا الكلام، بالعكس
كان هو يجذب الكل بكل الألعاب اللي يلعبها، وهاي النقطة بالذات جدا كانت مساعدة أبو فلة بالنجاح اللي حاليا قاعدين نشوفه. يعني يوم ينزل فورتنايت، يوم ببجي، يوم لعبة غريبة أصلا ما نعرف عنها، لكن يطلع بمقطع رهيب. واستمر أبو فلة بالإبداع وبلش قفزة رهيبة بالقناة، وصعد ال2,000,000 مشترك بعد 5 أشهر من 1,000,000 فقط. الحلو بشخصية أبو فلة عنده حس الكوميديا، حتى بالمواقف الجدية ما بتخلى عنها أبدا. بس التحول الرهيب اللي صار عنده بعد 2,000,000 مشترك بوقت قصير، وصل 3,000,000 مشترك، تخيل معي، ونزل على الشارع ووزع دولارات على اللي يلاقيهم من متابعينه هناك او غير متابعينه. ومن هون بلش ابو فلة بتوزيع ارباح اليوتيوب على المتابعين، وقفز قفزة رهيبة من بعدها من 2 مليون ل 12 مليون مشترك خلال 10 أشهر فقط. متخيلين الرقم الرهيب؟ وقدر يجمع أكثر من 250 ألف دولار لعلاج مرضى، وأكثر من 50 ألف دولار لبناء مسجد، ووزع 3 سيارات غير عن السوني والدولارات اللي يوزعهم بشكل يومي. يا أخي والله قد ما تكلمت عن هالشخص ما راح ياخذ حقه أبدا. ومثل ما تشوفوا حاليا أبو فلة صار رمز من رموز اليوتيوب بالشهرة والمحبة. وبالنهاية صراحة حبيت أتكلم عن أبو فلة أكثر، لكن المقطع راح يخرج عن محتواه الأساسي. اكتبوا لي في التعليقات إذا عجبكم الفيديو أو لا، ولا تنسونا من دعمكم، يعني ممكن أوزع طيارات بالمستقبل ما بتعرفوا. والسلام عليكم.